يا صباح الورد والفل والياسمين على أجمل مملكة في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. صباحكم بهنا، صباحكم رضا، صباحكم معطر بذكر الله، صباح كل حاجة حلو. كل سنة وانتم طيبين يا أجمل مملكة في الدنيا. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. نقول وداعا رمضان، ونقول كل سنة وانتم طيبين بقى بمناسبة العيد. خلاص احنا كده بنودع رمضان. هنودع رمضان ازاي؟ هنودع رمضان واحنا بندعي لنفسنا ان ربنا يطلعنا منه كده واحنا مجبورين الخاطر، اللهم امين، واحنا لينا دعوة مستجابة. ربنا يتقبل صيامنا وقيامنا، اللهم امين. وداعا رمضان، وان كان في العمر ملتقى فنلتقي باحسن حال. كل سنة وانتم طيبين يا اجمل مملكة في الدنيا، واحلى اخوات في الدنيا، واحلى اصحاب، واحلى نعمة ربنا انعم عليا بيها. النهارده فيديو جديد زي ما انتم شايفين كده، فادخلوا برجلكم يمين. تعالوا بقى نذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه تنحل بها العقد، تنفك بها الكرب، وياتي بها الفرج. النهارده بقى روتين الاقوياء زي ما بيقولوا. الروتين ده معمول على يومين مش يوم واحد، يعني انا بدات فيه بالليل وبعدين كملته تاني يوم الصبح. بحب لما اعمل الروتين بتاع العيد او فرش العيد ابداه من بالليل كده، بحيث ان انا اشيل فرشتي وانضف دنيتي، وتاني يوم بقى يبقى على روقان، يبقى ايه فرشه بقى انك بتفرشي بقى وخلاص، يعني بتنهي الروتين بتاعك او بتفرشي فرشه العيد. النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده، بعد الفطار بدات روتيني. بدات ان انا قمت بقى اشيل ده كله، شايفين العوكه اللي انا فيها؟ شلت بقى فرشه رمضان بقى وانا حزينه جدا. يلا بعوضه يا رب علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا. شلت الفرشة الأول، هلم بقى الفرشة كلها، وفي الوقت ده ببقى مشغلة غسالة. في أي روتين بعمله بيبقى قوي إن أنا أشيل فروشات أو فرش كتير، ببقى مشغلة غسالة جنبي، بحيث إن أنا مراكمش عليا لتاني يوم حاجة، هو يبقى كله مع بعضه كده وروتين قوي مع بعضه، بحيث إن تاني يوم تبقى الشقة رايقة. قلت اشغل الغسالة كده جنبي واشيل بقى فرشة رمضان دي ونغسلها بقى، وان كان لنا عمر السنة الجاية يا نفرش يا اما نجدد بقى بديكورات جديدة. شلت بقى الستاير وشلت الفرش اللي على الكنبة، وبالمرة كده شلت هي الشيلة بتاعة الركنة، بعدتها كده علشان انضف بقى الركنة ونمسحها ونلمعها كده، ونفرش الفرشة اللي هي بتاعة العيد. انا بحب كده يا بنات، وخليكي انتي زيي، يعني انا بطلع ممكن اقدم لكم فكرة، ممكن اعمل حاجة بحب ان انا يعني الحاجة دي اوريها لكم كده ان انا عاملاها، ممكن الناس ياخدوا ايه افكار مني من الفيديو ويعملوا زي. بحب ان انا يبقى عندي فرشة للاعياد، بحيث ان انا اغير الفرشة، احس بتغيير في شقتي كله. وزي ما انتم شايفين كده فرشة رمضان، برضو رمضان يجي باستقبال فرشة جديدة كده، ان انا افرش الشقة تبقى برضو الشقة متغيرة جدا. في الايام العاديه بقى، اللي هي الايام بقى بتاعه البهدله، الايام العاديه جدا مفيش مناسبات وكده، بفرش الفرشه اللي هي ايه، بتبقى يوميه بقى، اليوم الفرشه المعتاده. فدي بتبقى حاجة حلوة، مش شرط انك مثلا جايبة فرشة جديدة فنفرشها في العيد، نسيبها لبعد العيد بقى لما تتبهدل تاني وتبوظ مننا ونضطر ان احنا العيد التاني نجيب فرشة جديدة. لا، انا بقالي دلوقتي 3 سنين يعني الفرشة اللي انا جبتها دي مع تجديدات الشقة بحطها هي مع تجديد بقى حاجات لمسات بسيطة كده جنبها، كأني لسه عاملة ايه الشقة جديد تمام. خلاص بقى لميت كل حاجة، ولميت فوانيسي، ولميت دنيتي، وهنا بلم الزينة بقى والأضواء او الانوار اللي انا كنت عاملاها، علشان بقى ايه الم حاجتي كده. انا من السنه للسنه برضو لما باجي الم الزينه والم الحاجه بلمها واحطها في كيسه كده واشيلها فوق الدولاب، فوق النيش، فوق اي حاجه، بحيث ان هي تبقى بعيده عن العيال. ولما اجي تاني سنه ان كان لنا يعني عمر ورمضان جه علينا، فباجي تاني سنة بقى اقوم شايلة ايه، فاتحة الكيس ده الاقي حاجتي ايه زي ما هي. اذا كان برضو هجدد حاجة جديدة، هزود حاجة وبس كده. فروع الليد بقى ديت بقوم لماها كده على بعضيها، بحيث ان هي ما تتكعبلش مني وتنها زي ما هي، يعني اجي اخرجها من الكيس الاقيها زي ما هي. لميت بقى الزينه دي كلها لمها على بعضيها برضو، واحطها في قلب الكيس، بحيث لو احتجتها السنه الجايه ما ايه ما اضطرش ان انا اعمل غيرها، لا تبقى الحاجه موجوده عندي اذا كان زودت حاجه عليها وخلاص تمام. هلم بقى الدنيا دي كلها كده الاول، واشيل بقى الدنيا دي، هحطهم في كيس، الحاجات دي كلها بحطها في كيس وهشيلها فوق الدولاب. وكده كنت خلاص خلصت بقى، شلت الحاجات وخلصت. وهجيب بقى ايه شوية مية كده والفرشة بتاعتي، هجيب الفرشة الاول واقوم كنسة الركنة كده، كنسة كأني بكنس الارضية، بحيث بقى ايه ما كل حاجة تحسوا ان هي بتتسلط، يعني في الاوقات اللي زي دي تحسوا ان هي بتبقى لعبكة شوية، لبس عيد على فلوس كحك على مصاريف رمضان على كل حاجة.
واللي زاد وغطى ان المكنسه الكهربائيه اتحرقت مني، وانا بشفط كده الارضيه بقالي يومين، ابص الاقي المكنسه طلعت دخان جامد وريحته معفنه، يعني ريحته شياط جامد. فقلت لجوزي عليها، فجه شغلها قال لي لا ده كده عايزه موتور. الموتور بكام؟ 650 جنيه. فما كانش وقتها خالص. فقلت لا، انا هتعامل اليومين دول بقى بايدي كده على بال ما ربنا يفكها، ونعدي بقى مرحلة العيد والكحك والسوداني بقى والترمس، كل سنة وانتم طيبين والمصاريف دي. وايه لما يتوفر معايا فلوس ابقى اجيب الموتور ده. فقلت ايه يعني اعتمد على ايدي شوية واشتغل بايدي. المفروض ان انا كنت بعمل الحاجات دي بالمكنسة كده، وكانت بتسعفني وبتعني بقى، وهي كانت ايدي ورجلي الصراحة يعني. فجبت هي المقشة بتاعة الجاروف الصغننة دي، وقعدت على الركنة زي ما انتم شايفين كده، علشان ما كنتش ينفع طبعا اوطي قدام الكاميرا وكده. فده اللي اسمه المشي للركب زي ما بيقولوا. فقعدت على الركنة ونضفتها كويس وكنستها كنسة حلوة بقى من أولها لآخرها بقى كده كده كده. وكمان أخدت الخشب اللي فيها ده كمان. وكمان بقى هنا هشيل الترابيزة دي من الطريق علشان نشيل بقى الفرشة اللي في الأرضية بقى، ونكنس ونمسح وننضف. عارفة بقى ان ممكن الفيديو ده يطول عليكم شوية، لكن انا حبيت ان انا اعمل لكم ادمج لكم ايوه جاتها، مش عارفة اجيب الكلمة ازاي. ادمج لكم الفيديو بتاع التنظيفات بتاعت الصالة ذات نفسها والفرش في فيديو واحد. انا كل سنة بنزل لكم الفيديو بتاع التنظيفات فيديو، والفرش كمان ايه لوحده فيديو، لكن مفيش وقت اساسا ان انا انزل اقسم الفيديو على جزئين وانزل ده لوحده وده لوحده. علشان كده مش هينزل قبل رمضان طبعا، مش هينزل قبل العيد ولا هو ايه. كده كان نفسي هينزل كمان ان انا اصور لكم بعد لبس العيد، العيد يعني ايه في ايام فاصورهولكم العيد. بامر فانا ما الله مع حبيتش كده الفيديو بتاع الصراحه، انا الوقفه اللي حبيت انتوا لا طالبينه كل حاجه مني. في وقتها. عاوزه يعني اقول لكم الفيديو في ده اقبال حافل على هينزل فيديو لكم الوقفه ده. يعتبر يوم الوقفه. وفيديو كمان مطلوب مني ان الروتين اول يوم العيد هنعمل ايه بقى، نتفسح فين ونروح فين ونيجي منين. فبامر الله بامر الله هعمل لكم الفيديوهات دي زي ما انتوا طالبين. فهحاول بقدر الامكان الفيديو ده ينزل لكم النهارده اللي هو اليوم الوقفه. انا مخلصه يعتبر الفيديو ده قبل الوقفه بيوم، فرشت وخلصت كل حاجه. فاحنا مش عارفين لحد دلوقتي، انا عن نفسي مش عارفه لحد دلوقتي، انا بمنتج لكم الفيديو مش عارفه العيد بكره ولا الوقفه لسه بكره. فالناس كلها مش عارفه العيد هيبقى الجمعه ولا السبت. فربنا يعيننا بقى. نشوف بقى ايا كان، الحمد لله هبقى خلصت وظبطت دنيتي، وابقى قاعده مرتاحه جمعه سبت، ابقى مرتاحه كده ما وريش اي حاجه. بقى اللي هو الجوانتي ده، ومسحت الدنيا بقى ولمعتها كده، وهجيب كمان الفوطة وامسح الشباك، مع ان الدنيا بتاعتي ايه تحس ان هي رايقة كده ونظيفة العيد ده. لان رجلي كنت هقول لكم رجلي في الشقة على طول، ايدي في الشقة على طول، اي حاجة بلاقيها متبهدلة كده طول ما انا قاعدة اعملها، بحيث ان انا ما اجيش يوم الوقفة او اليوم بتاع التنظيفات بتاعة العيد دي ظهري يتقطم. يعني احنا بنقطم ظهرنا، ونيجي بقى اول يوم العيد تحسوا ان احنا بنقول فينك يا سرير، بننام. يعني 3 ايام بتوع العيد دول بناخدهم نوم، مش عارفه ليه انتوا كده ولا لا. عاوز اسالكم سؤال كمان، اتخانقتوا خناقه العيد ولا لا؟ هو لازم ان احنا نتخانق خناقه العيد؟ عاوزه اقول لكم ان انا كل سنه لازم خناقه العيد دي تيجي. يعني تحسوا ان هي حاجه مقدسه كده بقت في حياتنا خلاص. تحسوا كده ان على اتفه الاسباب ممكن نقوم نشد في شعور بعض. يعني مش عارفه هو في ايه بالظبط. كده جبت بقى اللي هي المساحة دي عندي الايد بتاعتها بايظة، فانا استخدمتها وهي مقفولة، يعني ما فتحتهاش، ولقيت كده وانا مستخدماها احسن كده متمالكة كده، ان انا قاعدة امسك الحيطة اهو. بصوا ده بقى البرواز كان هيقع ورا الكنبة، وانا مش هشد الكنبة اساسا لان تحتها نظيف، انا منضفة تحتيها، فكان هيقع ورا الكنبة فمسكته لحقته يعني الحمد لله. المهم بتحسي ان وهي مقفولة كده ان عارفة اتمالك كده فيها، وامسح بقى الحيطان ذات نفسها بتتغسل معايا. لكن وهي بعيدة كده او وهي طويلة بحس ان هي هتتقطم مني، فبيبقى التعامل معاها بحذر شوية. فكده كان احسن يعني. فقلت مش مشكله، يعني انا اقضي بقى دنيتي بيها كده لحد لما ربنا يريد. عاوزه اقول لكم ان انا بقالي فتره كبيره عاوزه اجيب واحده غيرها، لكن مش عارفه ايه اللي بينسيني. والله العظيم انا بدخل المحل ده تقريبا كده مرتين 3 كده في الشهر، فبروح لحد عندها كده وتحسوا ان الفلوس خلصت نسيت.
فانا بقول هيجي لها وقت وتتجاب فيه، بس امتى الوقت ده مش عارفه. عاوزه بقى كل اللي بيحبني، عاوزه العيديه بتاعتي بمعنى اصح، عاوزه العيديه بتاعتي ايه بقى؟ لايكات كتير كتير كتير، وشير للفيديو في كل مكان، وكمان تعليقاتكم بقى اللي هستناها. في ناس بقى ما تبخلش عليها وتدخل تكتب لي تعليق بقى كده، تحس ان تعليقاتها بتبقى جميله كده، بتغير من نفسيتي. وفي ناس بتبخل بقى، وعاوزه اقول لكم تحسوا ان هي ما تبصش للفيديو اساسا وبتتفرج عليه وتطلع كده من غير ما تحط اللايك. فانا قصرت معاكم في ايه يعني؟ انا بطلع هنا كنت باخد الصوره مصغره عادي جدا. كنت هقول لكم ايه عشان مش حمد رسول الله. انا بطلع اقدم لكم محتوى، ان انا عاوزه احفزكم. انا بطلعش بصراحه ربنا، ما بطلعش اعلمكم حاجه يعني، انتوا ستات بيوت امارات، وربنا يبارك لكم يا رب في صحتكم، اللهم امين، ويبارك لكم في حياتكم. فيا ست الكتكوته، انت وهي مش هتخسري اي حاجه لما تحطي اللايك. حطي اللايك يعني، ابوس ايدك حطي اللايك. دي العيديه بقى منك ليا. انا مستنيه اللايكات بتاعه الفيديو ده عيديه. ليه بقى لي في الفيديو ده يومين لما اتقطم وسطي، يعني اتحش وسطي بمعنى اصح. هنا بقى جبت السترس، وكان عندي حتت في الركنه كده، علشان احنا بقى بنقعد ليل نهار. بصوا اول ما بنصحى من النوم كده فبنجري بقى نقعد على الركنه هنا قدام الشاشه. ففي حتت كده تحسوا ان هي بقعد بمعنى اصح، وبقى مكان بقى ايه دماغنا بقى واحنا نايمين، مكان تبصمة الولاد ايديهم كده. فجبت السترس بقى ومسحت بيه الركنه كلها، خلاها فل شمعة منوره كده. بصوا بقول لكم انا تعبت يعني، انا جبت اخري. خلصت بقى الركنه كلها، وهطلع دلوقتي على الصاله التانية. نقوم بقى ايه شايلين كل حاجه ومفضيينها كده. انا بحب ان انا اعمل الصلاه على جزئين، اخلص الجزء وبعدين اطلع ايه على الجزء التاني. هتقولوا بقى انت هبله، انت عبيطه، المفروض تشيلي يعني الفرشه كلها مره واحده. لا، انا بستسهل زي ما بيقولوا كده. انا بخلص حاجه حاجه يعني، بهدي الدنيا على نفسي شويه عشان ما لعبكش الدنيا فوق دماغي. لان زي ما انتم شايفين في ترابيزه بتحتاج ان هي تتشال تتحط في مكان تاني، فلازم ان انا اكون منظفه المكان اللي عند الركنه اهو. بصوا، علشان الترابيزه بالكراسي تدخل عند الركنه في المكان النظيف، وبعدين ابدا بقى ان انا ايه اروق الدنيا بره في الصاله من بره. تمام. هنا بقى شلت الترابيزه ووديت الكراسي الناحيه التانية، في الناحيه النظيفه اللي انا نضفتها بقى وكنستها وبقت فل شمعة منوره. وهبدا بقى ان انا ايه اشيل الفرشه هنا، بحيث بقى ان انا انضف هنا. ولما بشيل الفرشه بقى بطلعها بره على باب الشقه كده، بحيث ان انا انفضها تنفيضتين، لان انا محافظه على الفرشه وهي نظيفه، فلما اجي افرشها تاني تبقى نظيفه. تمام. جبت بقى المقشه وكنست الارضيه كويس جدا جدا جدا، بحيث ما يبقاش فيها تراب. طبعا لو كانت المكنسه شغاله كنت استخدمت المكنسه، لكن المكنسه بحب ان انا استخدمها على السجاد، لكن على الارضيه كده بشوف ناس كتير بتستخدم المكنسه على الارضيه على فكره، لكن ما بحبش كده الصراحه. انا بحب ان هي تبقى على السجاد بس فقط لا غير. فقدر الله ما شاء فعل يعني، وربنا هو اللي بيسبب الاسباب والله. يعني كل حاجه بتيجي يعني الفلوس فمنين ما بتبقى داخله ربنا يفرجها وعارفه هي هقوم رايحه ايه فين، عاملاها ومش هستغنى عنها يعني، لان انا بستغناش عنها تماما. كده بقى كان يوم تاني، اللي هو تاني يوم عملت الروتين الاولاني ان انا شلت الفرشه وغسلتها وكده. تمام. جبت بقى الشرشوبة اسمه ايه ده، والجردل. بصوا تحسوا ان الدنيا رايقة كده، حاجات بسيطة اللي هتتعمل مع شوية بقى ايه فرش كده يظبطوا الدنيا، مش اكتر من كده. فلو كنت سبت بقى كله فوق بعضه في يوم واحد، او عملت الروتين كل يوم واحد، تحسوا ان الدنيا كانت هتبقى ملعبكة عليا اوي. خلاص بقى مسحت الارضيه كويس جدا، وعندي الارضيه مسافه ثواني يا بنات بتكون ناشفه، لان زي ما انتم شايفين كده البلاط عادي مش بلاط سيراميك. هخاف بقى ان هو ايه يبقى خلاص الارضيه بقى لسه نشفت الدنيا مبلوله، كويس ان انا واتاكدت ان هو استنى نشف مثلا الارضيه كويس على بال تنشف. ما لا اروح بقى اجيب كده اسهل الفرشه حاجه كده يعني تنشف. سهل بصوا عليا حتى كتير هتبان بصراحه. بتبقى هو عيبه ظاهره ان ان انا ما هي بعرفش مبلوله ولا مش اوريه مبلوله، ان حد يشوفه او الفرشه دي كده. حافظاها، لازم عارفه الدنيا بقى ان هي كلها تبقى كلام كتير مستغطيه، على لكن الحافظات فوق ما حلاوته ان هو تتخيلوا. بينشف بسرعه والفيديو الصراحه بتاع يعني. الفرش بتاعت الشقه ذات نفسها، او التجديدات بتاعت الشقه اللي من سنتين فات، هو دلوقتي يعتبر مشاهدات حلوة عليه، اللهم بارك. فالناس اللي بتقول يا ريهام محافظات مش لايقة على المكان عندك، انت عايزة حاجات تبقى فاتحة كده، حاجات ملعلعة بمعنى اصح، اللي هو بقى الرصاصي والحاجات دي. والله العظيم انا نفسي اجيب كل حاجة يعني، نفسي اي حاجة يعني ابقى محتاجاها اجيبها. لكن طبعا كلنا ايدينا بتقف على، بيجي وقت علينا كده تقف. ليه بقى؟ التجديدات دي بقى بتبقى معاكي مثلا جمعية، بتبقي مثلا محوشة شوية فلوس، فبتخلصها في كل التجديدات اللي انت تعمليها في الشقة.
تيجي عشان تجيبي فرشة الأرضية مثلا أياميها، ده اللي حصل معايا. علشان أجيب فرشة الأرضية فلقيت السجادة الواحدة عاملة معدية 1500، يعني علشان أجيب للأرضية فوق 3000 او هيدخل في ال4000، فكان صعب ان انا اجيب سجاد. فمن هنا لهنا لهنا جبت الحافظات دي، وكانت الواحدة عاملة 400 جنيه. تمام. فده اللي خلاني اجيب الحافظات دي. انا مش جايبه الحافظات دي حبا فيها ولا حاجه، لانها مش عمليه تماما، هي شكل بس، وانا قلت لكم كذا مره على الكلام ده. فهي شكل بس، فانا جايباها كده على بال ما ربنا ييسر الحال كده والقناه تمشي شويه وينفخ في صورتها ربنا كده واقبض منها، وبأمر الله هجيب سجاد بقى جديد والدنيا تزهزه كده. نفسي يدعولي في الايام المفترجه دي. جبت بقى تلبيسة الشيلت، كنت غسلاها وكنت شايلاها في الدولاب متطبقه، وما استخدمتهاش، ما فرشتهاش في رمضان، بحيث ان هي تبقى نظيفه كده، اجي في العيد يبقى حاجتي نظيفه، ما احتاجش ان انا اغسل حاجه تاني، او يبقى ارهاق عليا، او يبقى روتينات بدل روتين واحد ان انا هعمله روتينين واتنين وتلاته واربعه وخمسه. لا، فدي حاجه برضو عجبتني، ان انا عملتها كده وغسلتهم وشلتهم، ولبست بقى بتوع رمضان اللي انا كنت حطاهم، اللي هم الحمر دول الخياميه، كنت حطاهم على الفرشه البيضاء اللي انتوا شايفينها دي. هجيب بقى التلبيسات كده واعمل الشيلات كلها البسها. وبعد كده اجيب الخداديات كمان، كانت الخداديات برضو مغسولة والستائر مغسولة، فكل ده بيسهل عليا كتير، يعني يعني الدنيا تحس ان هي بتبقى هادية شوية نوعا ما. خلاص بقى لبست الشيلت، وهجيب بقى الستاير احطها كده، بحيث ان تبقى الحاجه كلها تبقى قدامي، بجيب الفروشات كلها واحطها قدامي كده، بحيث تبقى الحاجه سهله والحاجه قدامي يعني في متناول ايدي، ما اروحش بقى اجيب الستاير وبعدين اجيب فرشه الخداديات، لا، كل حاجه قدامي مرميه في الارض زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى اللي هي الفوطه ومسحت بقى بتاعه الستاير، لان بيبقى عليها تراب، لانها فوق الشباك على طول، فبيبقى منها للتراب على طول. فجبت بقى الفوطه ومسحتها الاول، وبدات ان انا اركب بقى الستاير كده. هحط الستاير البيضه الاول، اللي هي الفرشه البيضه اللهم ذكرني، اللي هي التل ده الابيض ده. وبعدين هعمل بقى الستاير اللي هي الطبقه التانية. في الايام العاديه انا بعمل بجيب بقى الستاير اللي هي العاديه وافرشها برضو، ما بفرشش الستاير اللي هي بتاعت المناسبات دي، عشان نبقى على نار كده، ما تحسوش ان انا كل فيديو كل سنة افرش نفس الفرش. ما هو نفس الفرش ده انا محافظة عليه سنة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة، وممكن يقعد معايا يعني عمر كامل. علشان بقى، علشان العيد بيخلص من هنا الثلاث ايام بتوع العيد، اقوم شايلة الفرش ومطبقاه وعلى الدولاب على طول، فدي حاجة بتبقى كويسة جدا. اعملي كده وهتحسي بفرق جامد. يعني هيجي عليكي وقت مثلا ما انتش عارفه تجددي، ما انتش عارفه تجيبي حاجه جديده، فحاجتك هتلاقيها جديده، حاجتك هتلاقيها مش ما باظتش ولا جرى لها اي حاجه. ليه بقى؟ عشان انت محافظه عليها اساسا. هنا بقى بدات ان انا افرش الستاير كده. عارفه ان الستاير ممكن تبقى زحمه شويه، لكن انا بحب الشكل ده الصراحه. كان ممكن ان انا احط ستارتين بس على الشباك وكده، لكن انا بحبش ابين الحيطه، ودي بتبقى اذواق. وساعات انا بعملها كده، يعني مش هقولكم في الايام العاديه لو اتفرشت الفرشه دي او الستاره دي بعملها كده، يعني بعمل ستارتين بس، مثلا الزرقاء الزرق دول الاتنين، الزرق الاتنين الرصاصي كده. هجيب بقى الماسك بتاعها، اللي هو الماسك بتاع الستاره ده، ودي قطع كده قماش كان بقيه من الستاير واحنا بنعملها، ومحمود حطلي فيها قطعتين مغناطيس، وبنمسك الستاره كده بيها، بتبقى شكلها حلو قوي قوي قوي. ما حبيتش ان انا اسيب الستاره كده نازله كده زي ما هي، لا، بمسكها كده بتبقى تدي شكل ديكور حلو. يعني همسك الستاير دي كلها، كل واحد بالماسك اللي لونها، وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. لو لسه محطتيش اللايك بتاعك وشايفه ان الفيديو يستحق انك تحطي لي لايك، يا ريت ما تبخليش عليا باحلى لايك من احلى اخت في الدنيا. هستنى لايكاتكم، هستنى تعليقاتكم، هستنى تشجيعكم ليا. ربنا يديمكم النعمه في حياتي، احلى اخوات واصحاب في الدنيا. خلاص بقى، كنت بسكت الاربع ستاير كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بقى هجيب الخداديات كلها ونرص الخداديات بتاعتنا، او الكوشن بقى، الفرو بقى، ونطلع الفرو ده برضو انا بشيله من العيد للعيد، يعني ما بحطوش في الايام العاديه. وهتلاحظوا كمان في الفيديوهات بتاعتي ان هو مبيبقاش موجود، بيبقى موجود بس في الايام في فرشه العيد. ليه بقى؟ لان ده برضو مش عملي انك تحطيه كده في الايام العاديه، الولاد يبهدلوه ان هو يتغسل. فمش طبيعي ان احنا نحطه اساسا في الايام العاديه. لو ما عندكيش بهدله بقى، ده بيحكم عليك انك تحطي اي حاجه. يعني لو لسه متجوزه مثلا كده في مقتبل العمر زي ما بيقولوا، هتحطي اي حاجه.
فعلشان انا عندي زئرتين صغننين بهدلوا لي كل حاجه، فبحط بقى ايه الحاجات دي بشيلها بعد ما الموسم يخلص، العيد بقى مناسبه يعني بمعنى اصح تخلص، بقوم شايلاهم كده وحطاهم في كيسه وربط عليهم الكيس وفوق الدولاب. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، يعني حاجه تحسوا ان هي متحافظ عليها حتى، وتحسوا ان هي جديده وانتوا بتفرشوها. هنا بقى كنت خلاص خلصت، رصيت بقى الكشم بتاعتي، الترابيزه بقى في النص كده، وبدات ان انا المعها وامسحها، لان بيبقى طبعا تبصيمه الولاد وبياكلوا بقى ويحطوا الحاجات عليها. قلت امسحها كده ولمعها تلميعه حلوه، علشان الازاز بتاعها كان عليه حاجات. تمام. حطيت الترابيزه بقى، وهجيب بقى الطبق اللي انا بحطه على الترابيزه. انا بحب ان انا استخدم الصينيه البديله الايكيا، وحطيت عليها الفانوس بتاع ايكيا ده برضو، وحطيت عليها البولة. وهنا بقى جبت القطعتين الفرو دول، قلت هيمشي بقى مع الكوشن الفرو وكده، هيخلي شكل الايه الدنيا حلو. حطيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهاجي على الارج بقى افرش الفرو بتاعه كله، القطع الفرو. وطبعا دي كانت تبقى بقايا اساسا قماشه عندي انا، مش شارياها ولا حاجه، لا دي بقايا فرو عندي، فانا عاملاها مقطعاها كده وحطاها مديه المنظر حلو. تمام. نطلع بقى على الصلاة التانية. انا عارفة ان انا مدوخاكم بين الصلاة الاولانية للصلاة التانية، لكن بجد ده بيفرق معايا جدا. جبت برضو الحافظة نفس الشكل يا بنات، وهتلاحظوا كمان ان الحافظة طالعة على الحافظة التانية، يعني الحافظة دي بتدخل كده، شايفين يعني كأن محلقين على بعض زي ما بيقولوا. لان محمود كان عاملها لي فيها خلع كده عند اللي هو الارج، فبيجوا على بعض. تمام. فرشت الارضيه، وهنا جبت الستاير بقى بتاعه الارج، مع ان الارج حسيت ان الوقت اللي انا محطتش عليه ستاير من بره، حاسه ان هو موسع لي الدنيا. حتى في ناس بتقول لي شيلي الارج ده خالص هيوسع لك الدنيا شويه، لكن هو الصراحه جوزي مش راضي، فبيقول لي لا انا مش مبوظ في حاجه، هو كده بقى حلو كفايه على كده يعني في التجديدات اللي انا جددتها في الشقه. فقال لي حلو كده، انا حابب اساسا الشكل ده. فانا بقول له نغير يعني كديكور وكده، فالشكل بتاع الشقه يتغير، فهو مش راضي. تمام. هنا بقى جبت الستاير بتاعه الارج واحطها. الستاير بتاعه الارج اللي معموله دي مش هتقفل لي الارج قوي، فمش هتاكل معايا المكان، مش هتضايقهولي. تمام. هنا بقى بعد ما ركبت الستاير، عندي القطعه اللي هي في النص دي باظت من الغسيل. هتشوفوني دلوقتي انا هعملها تاني معاكم، هوريكم طريقتها بتتعمل ازاي. خلاص فرشت الستارتين الزرق كده، وفي قطعة في النص كده بتتفرد، وبتبقى عاملة زي عش النمل، هي اسمها عش النمل اساسا. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ طبعا انا حاطة بقى الكراسي دخلتها تاني جوه بالترابيزة، فتلاقوني محتاسة من هنا لهنا لهنا لهنا، علشان كده بخلص المكان كله مرة واحدة، وبعدين ارجع للمكان التاني. بصوا بقى، شايفين الستارة عاملة ازاي من النص دي؟ لا هي ضرابية ولا هي ستارة كاملة. دول الستاير دي بتاعت الارض 3 قطع زي ما انتوا شايفين. فعندي القطعة اللي في النص دي معمولة بطريقة عش النمل، فانا شايفة جوزي قبل كده وهو بيعملها، فهعملها معاكم يعني انا قلت اجرب كده الصراحة، فعملتها الصراحة يعني طلعت حلوة عملتها. جبت بقى الابره، وجبت الزراير اللي هي بتتركب، نفس الزراير اللي هي في الركنه اللي انا استخدمتها، وبلضم الابره وبقوم واخداها كده مثبته الابره في الخيط، وبعدين احط الزرار، وبعدين افوت الزرار من الخيط ذات نفسه، وهكذا. ممكن تكونوا مش فاهمين انا هعمل ايه، لكن هتشوفوها لما تخلص. هنا الابرياء كانوا بيلعبوا في الشارع ولسه داخلين دلوقتي من بره. بصوا طلعوا تاني، يعني هما طالعين داخلين طول النهار، يدخلوا يفطروا ويطلعوا بقى للساعة 12 بالليل، 12 ونص كده، يقعدوا على البوابة ويلعبوا، ملمين لي بقى الولاد وكده. فرحة رمضان طبعا انتوا عارفين. او هتشوفوني دلوقتي في الاخر هيبقى شكلها عامل ازاي، والشكل النهائي شايفين بدأت تبان اهي. انا بسيب الستارة على عدلتها، يعني على قفلتها ذات نفسها كده، ما بفردهاش. والكسرتين كل كسرتين باخدهم عكس بعض اهو. شايفين بدأت تبان ولا لأ؟ اهي كده كنت يعتبر خلاص خلصت، فاضل زرار واحد وكده يبقى تمام التمام. هوريها لكم بعد كده وهي مفرودة. خلاص طلعت على الصالة التانية، وبدأت بقى ان انا في الصالة التانية الفينش الاخير. طبعا ما تركزوش مع المطبخ، لان المطبخ انا ما كنتش خلصته لحد دلوقتي، كان في حاجات كتير محتاجة ان هي تتعمل، وكنت باخد كده وادخل المطبخ على طول. تمام. جبت بقى الكراسي بعد طبعا ما اتمسحت واتلمعت، هرصها الرصة اللي هي اللي انا برصها بقى كده. تحسوا ان هي بداية الدنيا، لكن برضو كل حاجة تحسوا ان هي لو
اتشالت من مكانها هتوسع المكان، لكن هوسع المكان طبعا هوديها فين؟ ان انا بفكر في كده برضو الحاجة دي هتروح فين؟ ما هي لو ليها مكان تاني هوديها في المكان التاني، لكن ملهاش. وهنا بحس يعني ان هي بتدي شكل برضو حلو كده، زيها زي هي بديلة اساسا للسفرة، فبتدي شكل حلو برضو للصالة من هنا، في الدخلة بتاعت الصالة بتاعت باب الشقة وكده. خلاص ركبت بقى الستارة بتاعت المطبخ، جبت المعطر بقى اللي انا بستخدمه، وبدأت ان انا اعطر الشقة بقى وكده بقى تحس ان هي خلاص يعني ارتحت، نفسيتي ارتاحت كده، ما ورايش اي حاجة. فكده بقى عيد جمعة سبت احنا على وضعنا، خلاص خلصت بقى والفينش الاخير ده، وده كان شكل الشقة النهائي. يا رب تعجبكم بقى وتكونوا حطيتولي احلى لايك من احلى اخوات. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم وشير كتير للفيديو في كل مكان، وكمان اهم حاجة اشتراككم في قناتي. كده كان شكل الستار النهائي. ايه رأيكم بقى؟ قولوا لي رأيكم. ولو وصلت لحد هنا يا قلب اختك لسه مشتركتش في القناة، تأكد ان اشتراكك في قناتي هتشرفيني وهتبقى على راسي من فوق. وكمان بقى هستنى لايكات كتير 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 بمناسبة العيد بقى والعيدية بتاعتي. وكده اقول لكم بقى الى اللقاء، نلتقي في فيديو جديد، اسيبكم في رعاية الله.